اسهل طريقه دجاج عثماني. صار عندكم 8 وصفات للدجاج المشوي، يعني منيو متكامل تقدر تفتح بيه مشروعك. للي ما يعرفني، انا الشيف علي ربيعه، صاحب سلسله مطاعم بي اكس، ويوميا انزلكم مشروع جديد ووصفه جديده. يلا خلي اعلمكم اسهل واطيب دجاج مشوي عثماني. بالبدايه جبت 3 دجاجات فريش ومي، وحاعصر بيه برتقالتين، واحط وياه ورق غار وهيل وملح وقرنفل وفلفل اسود، واضيف وياها 8 فصوص ثوم و4 بصلايات مقطعات ناعم، واخلطها كل زين وانزل الدجاج بيها. ولازم يكون المي بارد، واضيف بعض ثلج وياه، وعوفه بالتخميره اقل شي ساعتين. هسه نسوي السر اللي هي البهارات العثمانيه من شركه مارسين، ونحط وياها بابريكا، ونحط وياها ملح ولمن دوزي وزيت كلش هوايه، ونخلطها كل زين، وراح تصير هي الصلصه مالتنا مال الدجاج. ملاحظه، هاي الوصفه يراد لها دجاج فريش مبرد، الدجاج المجمد ما يعطي نفس الطعم. انا راح اشوي الدجاج بالفرن اللي برا عمد الحراره، بس انتم تقدرون تشووها بفرن الطباخ. تجيبون سيبايه وجواها دبسي تحطون بيه مي وتشغلون الجوه بس، ما تشغلون الفوق ابد، وتعوفوها ساعه ونص بالضبط. ودرجه حراره الفرن لازم تكون على النص، مو كلش عاليه. وراح احشي الثوم اللي قطعناه بالمي، راح احشيه بالدجاج بين الاجنحه وبين الافخاذ. طبعا اول ما راح تخلوها بالفرن راح تعطي ريحه تخبل، وتعرفون طعم الدجاجه من اول ريحه. هسه تحسبون ربع ساعه من بعد ما دخلتوها للفرن، وكل ربع ساعه تدهنوها بالصلصه العثمانيه سويناها، يعني 6 مرات تخلوا لها. كل ربع ساعه تفتحون الفرن وتحطون الصلصه بهاي الطريقه على كل الدجاجه، وما تعلقون الفوق ابد، تبقى على حراره الفرن تستوي تصير عندكم من نفس هذا الشكل. وللي ما شايف فيديوهاتي، انا منزل قبل هاي الوصفه مال الدجاج 7 وصفات، يعني وياها الوصفه 8 وصفات. تابع فيديوهاتي الموجوده بالصفحه وتقدر تفتح مشروعك وتسوي منيو متكامل. هاي كانت وصفتي لكم لليوم، دجاج عثماني. لا تنسون الرزق لا علي ولا عليكم، الرزق على ربكم، واني احبكم كلش هوايه.